بص، بس بكل بساطة أنا جاي أقول لك إن يا معلم والله مهمة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل كأس العالم للأندية بدأت تبقى سهلة أوي، إنه يعدي من دور المجموعات عادي جدا. تقول لي يا معلم والله هو ماتش السعودية مضمون؟ هقول لك لأ، بكل بساطة يا معلم والله هو أول حاجة هو ميسي لسه راجع من ماتشات كبيرة أوي مع الأرجنتين قدام كولومبيا، ولعب ماتش هو يكاد يكون ماتش محترم على سن ميسي دلوقتي، انه يلعب ماتش قبلها بيومين ثلاثه قدام كولومبيا، وبعد كده هوب يا معلم والله عنده ماتش في افتتاحيه كاس العالم قدام الاهلي مع انتر ميامي. فيا معلم ميسي ممكن عادي نشوفه قاعد دكه في يا معلم اول ماتشات كاس عالم. طب فكك من ده كله، طب تيجي يا معلم حارس البرتغال وحارس بورتو اللي لسه واخد معاهم الاوروبيه من يومين ثلاثه. هقول لك ان حارس بورتو اعلن رسميا ان هو ممكن عادي ما يلحقش ماتش الاهلي. ليه يا معلم ما يلحقش ماتش الاهلي؟ هو يا معلم عنده اصابه ممكن عادي تقعد اسبوع او اتنين او تلاته وما يلحقش اول ماتشين عادي جدا، اذا كان قدام الميراس ولا قدام الاهلي في كاس العالم للانديه. فانت يا معلم والله ممكن تخش قدام بورتو بانك تلاعب الحارس الاحتياطي، فده ممكن يسهل عليك الماتش، وبالذات ان الحارس لسه يا معلم والله واخد بطوله اوروبيه مع البرتغال. فيا معلم عادي جدا ممكن يبقى الحالة النفسية عنده عالية جدا. هوب انت قدمتها وخدتها بوش رجلك في البعيدة وقلت له يا معلم ريح عشان انت مصاب وهات الحارس الاحتياطي.